بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث الخامس في كتاب الأدب من صحيح البخاري، وهو المشهور باسم حديث الغار. حديث الغار سنرى فيه قيم سامية تتعلق ببر الوالدين وتتعلق بالتمسك بالآداب والأخلاق السامية، سواء في أمور المال أو في أمور العلاقات الشخصية والغريزية، أو في حفظ الأموال أو حفظ الأعراض أو حفظ حقوق الوالدين. الحديث هذا موجود بطبيعة في كتاب الأدب لأن له صلة بموضوع بر الوالدين، ولكن هو موجود أيضا في أماكن أخرى من صحيح البخاري، كما أنه موجود عند رواة كثيرين آخرين من مسلم، من الطبراني، من غيره. والحديث الذي في كتاب الأدب هو من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وباقي الرواة يروونه عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن عقبة بن عامر، عن صحابة كثيرين. ودرجات الروايات تختلف من حيث الصحة، لكن مروية عن صحابة كثيرين وبطرق متقاربة، فنجد في بعض الروايات بعض الجزئيات التي تفسر أو تلقي ضوءا على ما ورد في الرواية الأخرى، بعض التفاصيل اللي الإنسان بطبيعته يحب التفاصيل، يتشوق باش يفهمك الموضوع، لكن أحيانا معناها تكون نفس النص ونفس العبارة. احنا باش نقراو النص متاع حديث كتاب الأدب. القصة هذه أو القصة فعلا هي حادثة وقعت في زمن سابق لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله تعالى به من الوحي، ووحي الأنبياء حق، وهذا أيضا من الحق، والقرآن حق، والسنة حق، لأنه لا يضاد الحق كما قال ابن رشد الحفيد، الإمام ابن رشد، لا يضاد الحق، فهذا حق وهذا حق وكله وحي. نعم. سنرى أيضا من خلال القصة الأمثلة هذه فيها ألم، فيها حزن، فيها حالات الاحتياج، ناس معناها محتاجة، ويعني أحيانا يضطرون إلى ترك ما ينبغي ألا يترك، أو إلى فعل ما ينبغي ألا يفعل، وتكون النتيجة خيرا بإذن الله تعالى، لأنهم تركوا ما يجب أن يترك لله وفعلوا ما يجب أن يفعل لله عز وجل. وباش نشوفوا زادة بالنسبة للمؤمن أنه أي عمل يقوم به يجب أن يكون فيه خالصا لله تعالى، الحاجة الأولى. والحاجة الثانية، الإنسان بالأصل ما يكبرش حسناته، ما يغترش بحسناته، ما لا يعجب الإعجاب والعجب بالحسنات، ولكن فما حالات للإنسان يتقرب إلى الله تعالى ببعض الأعمال الصالحة التي قام بها، ويقول يا ربي راني مش نتمزع عليك، حاشا وكلا، المزية الكل من عند ربي، الفضل من عند الله، لكن يقول يا ربي إذا كان عملته خالص لوجهك، إذا كان هو خالص لوجهك، أنا عملت جهدي، لكن إذا كان هو خالص لوجهك الكريم ومخلص ليك في هذا العمل يا رب العالمين، فنطلب منك يا ربي من فضلك، وليس مزية من عندي ولا عندي معناها شيء، الكل من الله عز وجل. نطلب منك يا ربي إذا كان ترحمني وتسهل لي وتحقق لي طلبي، راني في غسرة، راني في ضنك، راني في ضيقة، راني في مشكل، راني كبير، ولا أقدم بين يدي الله ولا أؤخر، وإنما ألتزم بأمر الله. هذا يا ربي منك وإليك راهو، فأنا نطلب منك يا ربي، وأنت الغفور الرحيم وأنت مجيب الدعاء، إذا كان أنا مخلص وقبلت مني العمل الخالص هذاك، أنا هكا نظن عملته لله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا، معناها من الخير. قالت سيدة عائشة يا رسول الله، معناها الرجل يسرق ويزني ويقتل ويعمل وهو خايف من ربي، قالها لا، الناس اللي تعمل الباهي وهي خايفة لما يتقبلش، لعل فما حاجة، لعل مخبي حويجة من
الأنانية، مخبي حويجة من الكراهة للعمل، لعل عملته بالسيف، لعل مخبي شوية من الإعجاب بالنفس وشوفوني وكذا وعملوا لي هذاك. فقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. امتدحهم ربي سبحانه وتعالى وأثابهم. فباش نشوفوا الحالات هذه الضعف اللي ربما تصير عامة المسلمين حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تصير رغم أنها وقعت لبعض الناس من بني إسرائيل، كان في من كان قبلكم، لكن ربما تصير للإنسان. أش يلزمه يعمل في هذه الحالات وقت اللي تخسر، وقت يتلز باش يعمل عكس المطلوب، أو ربما يتلز باش يعمل الحرام، باش يرتكب الحرام والعياذ بالله. باش نشوفوا الرواية هذه اللي هي الموجودة في كتاب الأدب. وعندنا كذلك الرواية الموجودة في كتاب، علاش يقول خاطر الشارح يقول: وقد تقدم شرحه مستوفا في كتاب الإجارة، لأنه فما أجير في القصة، فما خدام خدم وما خلصش وكذا ورجع وقال له خلصني إلى آخره. ربما تصير لأي مسلم هذه. وكذلك موجود في أحاديث الأنبياء، كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري، محلاه جميل جدا، نقراوه معناه فيه بعض الآيات وتفسيرها شرحها، وفي بعض قصص معناها متاع الأنبياء الكرام عليهم السلام، وفيهم العبر هذوم، ومنها القصة هذه متاع الناس اللي كانوا قبلنا. والقاعدة اللي يقولوها ساداتنا العلماء، طوا هذوما ناس قبلنا معناها شيمنا فيهم، احنا عندنا شريعة الإسلام الخاتمة، زعما عندنا علاقة بالشرائع السابقة، ما نقولوش بالأديان السابقة. إذا كان هو دين واحد فهو دين الإسلام، دين عيسى وموسى ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. لكن الشرائع مش يقولوا الدين واحد والشرائع مختلفة، قد تكون مختلفة وقد تكون متطابقة، يعني مش بالضرورة. هذه يسميوها قاعدة شرع من قبلنا. شرع من قبلنا، اللي قبلنا شريعتهم وأحكامهم ومبادئهم وأمورهم تنطبق علينا ولا ما تنطبقش؟ ما سؤال هذا. الجواب تاع العلماء يقول لك: انظر أنت، المقياس اللي عندك هو الشريعة الخاتمة، هو النسخة النهائية، هو الإسلام المحمدي، الإسلام الخاتم النهائي، هذاك هو المرجع متاعنا، هكا ولا لا؟ باهي. إذا كان حاجة ممن كان قبلنا مطابقة أو ما هيش مخالفة، ما تخرجش على مبدأ يقول لك ما تعملش هو يقول لك أعمل، فحينئذ يمكن أن نعمل بها، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل الله من كتاب. وإذا كان حاجة مخالفة للدين الإسلامي كما جانا مثلا في بعض أحكام العقوبات، في بعض أحكام الطهارة، في بعض أحكام الأحوال الشخصية المرأة، في بعض الحدود، في كيفية الصلاة، مدة الصيام إلى آخره، نعمل بناديل. نقول له برا هاك مثالش، نتبعك ونتبعني، أعبدوا إلهك شهرا وتعبدوا إلهنا شهرا. لا، ما يجيش كما حبوا المشركين، ما يجيش هكاك. نعملوا بالشريعة الخاتمة. مثلا كان عند بني إسرائيل، عند اليهود، من دينهم أنه إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم ايش يعمل؟ دينه وشرعه أنه يقرضها، ينحيها جملة، يقصها من الثوب متاعه، ده بالراس. في ديننا دين تخفيف، أنه إذا وقع الإنسان معناها وقع بعد الدم وبعد حاجات وبعد حاجات، شنو هو الدين؟ دين يسر، يغسلها. وإذا كان بقي أثرها رغم الغسل، قال لك معفو عنه، ميسالش أنت غسلتها، ميسال بقي بعد الأثر، تقولش عليه كان هذا دم، ولا تقولش عليه كان درا شنو بأولى ولا كذا، هو معفو عنه. هكا ديننا يسر. أما الإنسان ما يخليش نفسه، ما يخليش ثوبه أو مكانه وغيره في نجاسة. فديننا جاء دين وسط، غسل النجاسة، إزالة النجاسة بأي وسيلة طاهرة، مش لازم يكون بالماء الطهور، حتى بالصابون، المهم إزالة النجاسة. أما الوضوء وذاك حاجة أخرى، ذاك الطهارة لابد أن يكون ماء معناها لا لون لا طعم لا رائحة إلى آخره. هذه مثل باش ما نطولوش معناها في الأمثلة هذه. هات نقرأ الحديث. ملا شرع من قبلنا، احنا ناخذوا العبرة. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش في الأخر راهم غالطين، راهم ما حقهمش عملوا شيء هذاك، إنما كلها تلقاها محوطة. مشكلة الراجل اللي عنده صغار وعنده والديه،
ومشكلة البنية اللي استحقت في القحط وكذا معناها كادت أن تضحي بشرفها لأجل معناها باش توكل والديها، ومسلتك الأجير هذاك اللي مشى وجاء ومول الخدمة ثمر له هك المال نتاعو هذاك. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش راهو غالطين، معناها أن ما فعل هذا وهذا وهذا أعطانا العبرة وقال لنا ممكن الشيء هذاك يصير للإنسان، يمكن يصير للإنسان، وهاوش يلزمه يعمل في مثل هذه الحالات. يلزمه يراعي مصلحة والديه، يلزمه يحفظ شرفه وعرضه كل شيء، ويلزمه كذلك يحفظ الوديعة، الأجرة متاعك الخدام هذاك يخبيها له ولا يثمرها له، ولا المهم ما ياكلهاش ما يدورش عليها، يقول هاكم مشى روح للبلاد وما رجعش. ماذا يقول الحديث الشريف؟ سنقرأ أيضا النص من كتاب الأدب في البخاري، وربما نستعين ببعض الشرح المفصل احنا والوقت، ولو حتى هو النص بركة يكفي معناها، لكن فما راهو برشا فوائد، بقيت مدة وانا ندرس فيه برشا فوائد وبرشا حاجات أحكام وأداب وغيرها من كتاب أحاديث الأنبياء أو من كتاب الإيجار. الحديث 5974 باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع، الإمام نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، يمشيوا كما يقولوا في الجبل، عندهم فسحة أو من أخواننا معنا شكون يرتقي في الجبال وعنده معناها أغرام بك الالبينيزم يتسمى كل واحد. بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، حماوا من العارض هذاك حتى يتعدوا، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. صار اختلال فك التربة الطينية والتربة الواحد، فما صخرة كبيرة هما دخلوا فك الحيدة هذيك فأطبقت عليهم صخرة سدت عليهم الباب وركحت غادي. فقال بعضهم لبعض، حاولوا 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 ما نجموش يزحزحوه، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا، فما وسيلة المادية وطو باش نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى يعاوننا باش يرتحنا، ما كاش باش نقعدوا هنا ونموتوا هنا. انظروا أعمالا يعني أبحثوا تفكروا تذكروا، انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. ادعوا ربي، كل واحد يدعي ربي يتلفت يقول يا ربي روك الحاجة عملتها لله، يا ربي ببركتك العمل كانوا خالص لوجهك الكريم، يا ربي فرج عنا ما نحن فيه. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، عنده والديه بوه وامه شياب كبار شيخان كبيران، وعنده صبية صغار وعنده وليدات صغار، وهما ساكنين معاه والديه وعنده وليدات وذكم، ويخرج يرعى يتبع الحشيش ويتبع الرعي وكذا، ويتبع الكشويهات هذيك هاو كذا هاو كذا، ويروح لهم العشية باش يعطيهم الحليب هذاك باش يتعشوا وباش يرقدوا. فإذا رحت عليهم فحلبت الرواح يعني يرجع العشية، فإذا رحت غدوت رحت، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي يعني قبل أولادي، المفرد يراد به الجمع. وإنه ناء بي الشجر، ناء ينوء معناه ابتعد، هاو يتبع ما ثماش زرع ما ثماش كذا ما ثماش كذا حتى بعد لبعيد باش يوكلك السعي اللي عنده الشاة. وإنه ناء بي الشجر فلما أتيت حتى أمسى المساء غربت الشمس فوجدتهما قد ناما، على شكون؟ على والديه، بيبدأ بوالديه الساعة. فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب المحلوب يعني، فقمت عند رؤوسهما، هما متكين راقدين مش هناء وهو في يدك الإناء هذاك ويستنى، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نوعهما، كبرت عليه كيفاش والديه ناس كبار هكا ينوض بوه وينوض أمه، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما،
يا واحد من أولاده يلزم يتعشوا جواع، ووالديه كذلك يتضاغون عند قدمي. ايش معناه يتضاغون؟ صغيرين شادين في ساق بوهم ويحبوا يتعشوا عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. ليلة كاملة الراجل هذاك الصالح واقف شادد الإناء يستنى يفيقش أبوه يفيقش أمه باش ياكله، وك الصغار هذوك مرقدوا بالجوع حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم، تو يخاطب المولى جل جلاله، فإن كنت تعلم، إن كنت تعلم، قالوش رو عندي هكا المزيد، فإن كنت تعلم، تواضع ديما وخوف من الله عز وجل، ما يغتررش بعمل. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. زحزحنا هلا الوحدة، خلينا نشوفوا وجه رب، خلينا نشوفوا الضوء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. زحزحتك الحجرة هذه. سبحان الله، قوة الدعاء وقوة الإخلاص والتوجه لله عز وجل. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. هايم في حب بنت عم. فطلبت إليها نفسها، طلبها في الحرام، فأبت. مرة، اثنين، ثلاثة، في الحديث الآخر في التفاسير، نعطيكم ملخص. فأبت حتى آتيها ب100 دينار. علاش حتى آتيها؟ مش قالت له لا خلصني وهي معناها خفيف الدين وكذا، لا، جاتها سنة، جاها عام مجاعة وماليها غاديك باش يموتوا بالجوع. هذه يا والديه قاعد واقف عليه. الآخرين ما لقاتش، ولا لقاو كيفاش يخدموا، والديها كبار، ولا هي لقات خدمة، ولا لقات لا عندها لا سعي ولا ذرع ولا زرع ولا حتى شيء. هلكوا. هوني حال الضرورة، يقول حال الضرورة. به قال حتى آتيها ب100 دينار. جات قاتلوا، وافقت مسكين، راسها مطبص، وجهها حالة وترعش وحالتها حليلة. قالت له باهي بشرط، أعطيني 100 دينار. مدلها 120 دينار. فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها. وقت من الأوقات قال لي ألقات. فلما الرواية هذه، فلما قعدت بين رجليها، مسكينة تكشف عليها والعياذ بالله، قالت يشوف فيها ترعش. في الرواية الأخرى ها في البخاري قالت شبيك ترعش، شبيك تبكي؟ قالت له خاف من ربي، خايفة. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. اتق الله يعني لازم يكون زواج حلال محلل، أما هذا حرام، مهما كان حرام، ما نجمش، حرام. اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا. غدوة الحي إن شاء الله نواصلوا حديث الرائع، وفي الليل إن شاء الله بإذن الله نكملوا أسئلة وأجوبة من الدين.